السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. اهلا بكم في قناتي وقناتكم قناة اسرار حياتنا لكل المواضيع اللي بتخص الحمل والولادة. برحب بكم في كل مكان وفي اي مكان، وجودكم منورني ومشرفني. النهاردة ان شاء الله باذن ربنا احنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا، بس قبل ما ابدأ ما تنسونيش من صالح دعائكم لايك وشير تحت الفيديو، اشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وبالله عليكم ما تأثروا في دعمكم ليا. انا بسبب قلة التفاعل انا بصراحة بقالي اسبوع ما كنتش بنزل اي فيديو خالص، لان انا كنت يعني واخدة فترة راحة وهدنة ماشي، وبعدين قلة التفاعل دي بصراحة موقعة الدنيا عندي خالص. فانا بصراحه يعني كنت الفتره اللي فاتت دي انا بفيدكم وبنفعكم الحمد لله، والله العظيم عمري ما قصرت مع اي حد، لا في معلومه ولا في اي حاجه، ولا عمري قصرت معاكم في توصيل معلومه ليكم ولا اي حاجه نهائي. فبالله عليكم انتوا كمان ما تقصروا معايا في الشير للفيديو واللايك والتعليقات تحت الفيديو، طبعا مهمه جدا عشان بترفع الفيديو. اللايكات مهمه جدا، اللايك ده يعني تكه واحده مش تاخد من وقتك حاجه خالص، ولكن هتفرق معايا انا شخصيا في ان الفيديو يترفع. فما تأثروش معايا في دعمكم ليا يا احلى واغلى اخوات، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم واكون بقدر اساعدكم واقدر افيدكم، يا رب يرزقكم جميعا الذريه الصالحه. هقول لك وضع واحد لو عملتيه هيساعدك على الحمل بسرعه وهيساعدك على الحمل في ولد. بس قبل ما اقول الوضع ده انا عايزه اقول لكم 3 معلومات مهمين جدا عشان حدوث الحمل بسرعه. ال3 معلومات دول انا حابه ان انا اقولهم، وحابه ان انت تسمعيهم مني وتاخديهم زي الحلقه في ودنك، لانهم هينفعوكي وهيفيدوكي جدا لو نفسك يحصل حمل معاكي بسرعه ان شاء الله. اول حاجه انا حابه اقولها ان انت ركزي على ان قبل ما يحصل مباشره تكوني واخده اي حاجه مذيبه للبلغم. ليه بقى؟ اولا زي فوار استلساستين كويس جدا، ده يعتبر افضل حاجه. في ادويه، في دواء معين هوريه لكم دلوقتي، الدواء ده برضو مذيب للبلغم يعتبر افضل حاجه. في حاجات معينه لو خدتيها هتساعدك على حدوث الحمل السريع ان شاء الله باذن ربنا. من ضمنهم الفوار اللي انا قلت لك عليه استلساستين، لانه بيفك اللزوجه الموجوده في المهبل، فبتقدر الحيوانات المنويه بسرعه ان هي يعني تجري بسرعه، ما يكونش في عائق ليها، فتقدر ان هي توصل بسرعه للبويضه. تاني حاجه ان هو الفوار ده او الماده اللي بتعمل عدم لزوجه بتكون بمثابه حاجه مغذيه للحيوانات المنويه، فسبحان الله بتكون حاجه بتسهل حركتها ومغذيه ليها. فناس كتير اما خدت المذيب للبلغم قبل العلاقه ب6 ساعات حصل معاهم حمل بسرعه. تاني معلومه ان انت ركزي على ايام التبويض، وايام التبويض بتبدا من اليوم العاشر من الدوره لحد اليوم ال18 من اول يوم للدوره. فانت ركزي على ايام التبويض بدايه من اليوم العاشر من الدوره لحد اليوم ال18، ان يحصل علاقه يوم ويوم لا، يعني يوم بعد يوم. ده هيكون مناسب جدا ليكي لحدوث الحمل بسرعه، هيكون مناسب جدا لتوصيل الحيوانات المنويه للبويضه بسرعه، هيكون مناسب جدا ان يكون في حيوانات كتير حوالين البويضه وسائل كتير حوالين البويضه، فتلقط منهم حيوان منوي ويحصل معاك التلقيح والتخصيب باذن رب العالمين. فعشان كده دايما بقول لكم ركزوا ان العلاقه تكون في ايام التبويض يوم بعد يوم، يعني يوم ويوم لا، عشان يحصل معاكي حمل بسرعه وعشان تزودي كميه السائل المنوي حوالين البويضه فيحصل معاكي التلقيح او يحصل معاكي التخصيب للبويضه. طيب نيجي للحاجه اللي بعد كده، ودي تالت حاجه انا حابه اقولها. حابه اقول لكم حبايبي ان دايما بعد الطهاره من الدوره خدي البوسه زي بتادين او في انواع كتير، بوليجونكس، بتادين، امريزول نون، في انواع كتير. اي لبوس مطهر مهبلي، في منكور برضو كويس جدا، في انواع كتير جدا يعني. فانت لو رحتي للصيدليه قلت له انا عايزه لبوس مطهر مهبلي وجيتي خدتيه بعد الطهاره من الدوره لمده 3 ايام، ده هيطهر لك منطقه المهبل، فبالتالي يحصل معاكي حمل بسرعه ان شاء الله باذن رب العالمين. فده مهم جدا لان في ناس كتير بتجهل المعلومه دي. او تعملي وصفه الشح والبصله، وانا كنت منزلاها هنا في القناه، تعملي وصفه الشح والبصله بعد الطهاره من الدوره، دي برضو هتساعدك جدا 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 على حدوث الحمل. تمام الكلام تمام. طيب نيجي بقى للحاجه اللي بعد كده. الحاجه اللي بعد كده وانا حابه ان انا اقولها لكم هي حاجه مهمه جدا.
حابه اقول لكم ان في وضع معين، الوضع ده بيساعد على وصول الحيوانات المنويه باكملها للبويضه، فيحصل معاك التخصيب ويحصل معاك الحمل. الوضع ده مهم جدا 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 لو بتسعى لحدوث الحمل، هو الوضع السجود. وضع السجود، وضع السجود مهم جدا يا بنات، مهم جدا بطريقه فوق ما تتخيلي عشان يحصل معاكي حمل. وضع السجود اقرب حاجه للرحم. اما بيحصل القصف بيتم باكمله فبيوصل للرحم، بيكون اسرع طريقه لحدوث الحمل. لو جيتي عملتي وضع السجود ده في ايام التبويض اضمني ان انت هيحصل معاكي حمل. وكان في ناس متجوزين في بدايه زواجهم وكانوا كاتبين لي هنا في التعليقات ان احنا ما بيحصلش معانا حمل، فما قلت لهم اعملوا وضع السجود اثناء العلاقه. والله العظيم ما في واحده عدت في نفس الشهر لما كانت حامل. الوضع ده اسرع حاجه لحدوث الحمل. ده مش بيسرع من حدوث الحمل بس، ده انت خدي عندك بقى اسمعي الكلمتين دول. اولا هو بيسرع من حدوث الحمل، تاني حاجه ان هو بيساعد على حدوث الحمل في ولد، لان طبعا بيكون اقرب حاجه للرحم، فما بتوصل الحيوانات المنويه بسرعه اللي هي الذكريه بتوصل للبويضه وبتخصبها، لانه اقرب حاجه بيبقى خلاص بينه وبين الرحم حاجه بسيطه جدا، تمام. فبتوصل الحيوانات المنويه الذكريه بسرعه، لان طبعا الحيوان المنوي الذكري بيكون سريع في الحركه ولكنه بيموت بسرعه، فعقبال ما بيجي يوصل للبويضه بيكون مات، فاللي بيوصل الحيوانات المنويه الانثويه. اما بيحصل العلاقه بوضع السجود ده بيكون اقرب حاجه للرحم، فاللي بتوصل الحيوانات المنويه الذكريه للبويضه فيحصل معاكي حمل في ولد. طيب تاني حاجه انا حابه ان اقولها ان الوضع ده بيكون مناسب جدا 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 لحدوث الحمل السريع، مناسب جدا جدا لحدوث الحمل في ولد، اقرب حاجه للرحم فبتتلقح البويضه بسرعه، واقرب حاجه للمكان المبيض. وطبعا في ناس كتير قالت لي الوضع ده احنا ما بنعرفش نعمله، الوضع سهل جدا، العلاقه بتتم بالوضعيه الشرعيه بس عن طريق الخلف، بس بالوضعيه الشرعيه طبعا، تمام. وبيتم العلاقه عادي جدا وبيحصل عن طريقها الحمل. الطريقه دي انا قلتها لبنات كتير وربنا اكرمهم بالحمل وما كانوش كملوا يعني شهر او شهرين في الزواج، بعكس الوضع العادي ده بيكون بطيء شويه في حدوث الحمل وبيكون مش اقرب حاجه للرحم، وده كمان بيساعد على حدوث الحمل في ولد. بكده انا خلصت الفيديو بتاع النهارده، خلصت المعلومه بتاعت النهارده. يا رب اكون افدتكم، اكون ضيفه خفيفه عليكم، واكون بقدر اساعدكم واقدم لكم المعلومات اللي انتم بتحبوها يا احلى واغلى اخوات. ما تنسونيش مصطلح دعائكم، لايك وشير، اشتراك في القناه مع تفعيل الجرس. اترككم في رعايه الله واترككم في حفظ الله، دمتم بالف صحه سالمين عافيين، الا ان نلتقي في فيديو قادم باذن رب العالمين. وبحبكم في الله، بحبكم من كل قلبي، كل سنه وانتم طيبين، ورمضان جاي ينعاد عليكم الايام وانتم بالف صحه، ويا رب يكتب لكم فيه فرحه وسعاده، ويكتب لكم فيه ايام هنيه يا رب العالمين، وتشوفوا الذريه، ويكون يعني شهر الخير والبركه والكرم عليكم يا رب العالمين. اسيبكم في رعايه الله وحفظ الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.